على فكره التخبيط ده مش بيعرفك اي حاجه عن جوده الخشب، وفي ناس بتبقى عايزه تعمل الاوضه كلها خشب زان. مفيش حاجه اسمها كده. تعالى بقى افهمك موضوع الخشب ده وازاي تعرف الفرش ده جوده كويسه ولا اي كلام. تعالوا بقى نبدا بالكراسي والكنب. دول كده كده ايا كان شكلهم ايه لازم يبقوا خشب زان، لان دول اللي بيبقوا شايلين الحمل. وبالنسبه للكراسي كده كده لازم تبقى زان، بالذات الرجول والجزء اللي تحت ده، لكن الظهر ده ممكن يبقى ابلكاش عشان يعرف يلف معانا كده. الترابيزه والبوفيه والنيش دول بيكونوا القوايم والرجول بس هم اللي زان، لكن المسطحات كلها بتكون كونتر يا اما خشب كبس. وفي اوضه النوم السرير مثلا الوش والجناب والظهر دول بيكونوا كونتر او خشب كبس، لكن القوايم اللي شايله الملل دي بتكون زان. تعالوا اوريها لكم. الحته دي لازم تكون زان عشان تبقى جامده، والتجميعه المعدن دي لازم تكون محمله، ما تكونش نوع اي كلام، لان من الاخر هي دي اللي ماسكه السرير. وبالنسبه للدولاب تعالوا اوريكم، بتكون القواشيط دي والسدايب والتجميعات دي بتبقى زان، لكن غير كده بقى كل المسطحات دي بتكون كونتر او خشب كبس. وحاجه كمان من اللي بتبين جوده الشغل هي التجميعات دي، ان هي تكون متقفله كويس وما تبقاش منوره من اي حته. على فكره برضو الخشب لو مدهون مش هتقدر تعرف نوعه ايه، وزي ما اتفقنا